الباز الذهبي. عم بحب برنامجك على الاي تي، عم تابعكم على طول. تعرف شو الحلو فيه؟ انه في يعني حركشات كتير. حركشات. اي انه بس مو يعني جامد، حلو. هيك بدي الحديث مع أحلام، لكن هل ممكن إنه تغير رأيها؟ إذا قسينا عليكي حيعجبك؟ ايه بس شوف، انا بحب الأسوة ترى كتير بنبسط، بس ما بحب الأسوة يعني على شيء فاضي. يعني انت اعطيني كومنت، قول لي لازم تكوني هيك، قول لي اعطيني جود، يعني نقد بناء. ومن اي تي بالعربي سألنا أحلام شو رأيها ببرنامج Arabs Got Talent. أنا السنة حبيته أكثر من أي سنة ثانية. الحين بقول لك الصدق، أحس إن هم صاروا مثلي، زين صاروا مثلي، إن صاروا طبيعيين. أنا بدي أفهم الحنية كيف دبت فرد، أنا مش ضد، بس فرد مرة دبت عليك الحنية أعطوها فرصة أنت وناصر. لا اي نعطيها الحنين قال نعم. يلا نعم علي. أوكي ياسمين. يلا الكل صار طبيعي، فيري ناتشورال، هم فيري ناتشورال، يسولفون يضحكون. مثلا نجوى تصرخ مثلا ما عجبها شيء تقوم، يعني this is وايد important انك تكون وايد تلقائي مع الجمهور. الهجوم اللي طال أحلام بعد إبداء رأيها بالمشتركة ياسمينة، أحلام بترد على كل من هاجمها بتوضيح الأسباب لإي تي بالعربي. بتقول لي الحين علقتي على البنت؟ اوكي بقول لك، انا بقول لك لأنه في طلع حديث واحنا عرضناه. انا بقول لك ابرد. اول شيء هذه البنت انا لا اعرفها ولا هي يمكن ما تعرفني، ما عندي اي شيء ضدها. انا بمجرد اني انا اعترفت على الباز الجولد، انا اقول ما تستحقه، في ناس احق منها. سبب واحد، انه هي صوتها كخامة اكسيوز مي، هي مش مطربة، صوتها فاضي. انت لما تغني رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا، لازم يكون في حس حتى ترل. صوتها ناشف مثل صوت القربة. شفت صوت القربة؟ نفس صوت القربة صوتها. حتى هاني شاكر قال صوت نبغي ندعمه، بس ما قال هاني شاكر صوتها حلو. وأتحدى هاني شاكر يقول صوتها حلو، أنا أتحداه، لأنه هاني شاكر أنا أعتبره رمز من رموز الفن. غدا في إي تي بالعربي، أحلام تكشف عن ولعها بالحيوانات. صورتك مع الكلب وتهديها لأحد المجلات يقصف رقبتك. والله ما ادري ايش اقول عنك يا احلام. احلام من الاشخاص اللي نسميهم في السعوديه او نقول عنهم جوابها على طرف نابع، ما حد يغلبها باللسان. وهذه احلام اللي يعرفها الجميع ولا يزعل احد منها